من بعد النجاح أول مونديال بمشاركة 48 منتخب، إيفانتينو رجع فتح واحد الملف اللي يقدر يغير الشكل ديال كأس العالم 2030 بالكامل. رئيس الفيفا قال أن رفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخب أصبح موضوع يستحق الدراسة، وأن اللجان المختصة غادي يناقشوا هذه الفكرة من بعد نهاية المونديال 2026. الفكرة كانت أصلا مقترحة من الاتحاد أمريكا الجنوبية باش تكون نسخة مئوية استثنائية وتمنح فرصة أكبر للمنتخبات الصغيرة، ولكن خاص نوضحوا لحد الآن ما كاين حتى شي قرار رسمي، ومونديال مازال معتمد بمشاركة 48 منتخب إلى أن يصدر التصويت والموافقة من مجلس الفيفا. نسخة 2030 غادي ينظمها المغرب، إسبانيا والبرتغال، مع ثلاثة ديال المباريات احتفالية في الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي. توسيع البطولة يقدر يعطي إفريقيا مقاعد أكثر ويرفع عدد المباريات والجماهير، لكنه غادي يزيد الضغط على الملاعب، الفنادق، النقل والتنظيم. دابا السؤال، واش 64 منتخب غادي يخلي مونديال المغرب أضخم نسخة في التاريخ، ولا غادي ينقص من القيمة ديال التصفيات والجودة ديال المباريات؟